حاجة كده بسيطة. دايما بيكون عندنا العلاقة بين السيراميك وبين البار الخشب. دايما العلاقة ديت مفيش حاجة بتمسك فيها ومفيش حاجة بتمسك الخشب بالسيراميك. فأحسن حل العلاقة اللي هي بين الخشب وبين السيراميك الفوم. لو عملتها بمعجون بترجع تفصل تاني. أي نعم هتكلفك شوية في الفوم، ولكن هي اللي بتمسك البار تخليه زي الحديد. زي عندنا هنا كده هو، انا حاليا هنا ورا البار بالفوم اهو. طبعا ده كله بنشيله بالقطر، وبعد كده بعد ما بنشيل نص ساعة بالظبط وبنشيله. تمام. ده كنت انا عامله ونشف اهو، ماسك زي الحديد، ولا ينمل تاني ولا يفصل ولا اي حاجة اهو. كل الفراغات اللي بتكون بين الخشب وبين السيراميك بنحقنها بالفوم زي كده. بعد كده بقى بنشيل الفوم وبنقفل. لو في اي فراغات بقى او حاجه زي كده انا ما بملاهوش كله، يعني انا بس باخد حتت حتت كده عشان خاطر ايه، ما نهلكش في الفوم كتير. طبعا بكون لازق هنا لزق عشان خاطر الرش والمعجون والكلام ده، وفي الاخر بنشيل التيب ده كله. هنا هو ده الفراغ بين السيراميك وبين الحيطه. تمام. نيجي برضه هنا دايما بتكون العود البار اللي جنب الحيطه. دايما العود ده بيكون فيه وراه فراغ كبير وما بنعرفش نجيبه. فالفوم في الحاجات اللي زي كده أسلم حل، زي ما احنا شايفين كده. تمام. برضه في الحيطة، في الحوائط بره برضه أسلم حل بين الحيطة وبين الفراغ اللي ورا الخشب برضه هو الفوم. هوريه لكم كده بعد ما نشف زي ده كده. ده متقفل بالفوم، متمعجن وواقف على التشطيب، ولا ينمل ولا يفصل ولا يفتح تاني بعد كده. كل ده متقفل بالفوم، كل ده متقفل فوم. في أماكن كان فيها فراغات كبيرة جدا، ولكن الحمد لله خلاص. كل ده متقفل فوم، بس للأسف ما جاش في دماغي إن أنا أصور لكم ساعتها. ولكن لما جيت عملت حلقة في السيراميك قلت إن أنا أوريه لكم. ده طبعا شكل الفوم معروف. بنقلب الإزازة. مرة تانية لما أكون بعمله هصور لكم إن شاء الله فيديو ليه سهل. يعني بنقلب الإزازة كده وبنضغط الزناد بتاعها من تحت كده. تمام. فده أفضل حاجة لتقفيل كل البرور، سواء على السيراميك أو سواء على الجدار. كل ده متقفل بالفوم. طبعا بنسيبه من نص ساعة بنلاقيه نشف. هو كده بدأ يشد اهوت. وبعد كده بنقطع بالسكينة وبنشيله ونقفل بقى عليه بقى بالمعجون بعد كده. خلاص يبقى انت تقفلك في المعجون الفراغات بس البسيطة، لكن بيكون البار خلاص مسك هو والسيراميك حتة واحدة. ماشي زي ما احنا شايفين هنا اهوت. اتمنى يكون الفيديو البسيط ده عجبكم وتكون الفكرة وصلت. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.